السلام عليكم، ازيكم وعاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين. النهاردة جاي احكي لكم قصتي اللي بدأت في أتوبيس سهمة. قصة فيها كفاح وحب ودرس عمر ما نسيته. بس قبل ما نبدأ، لو لسه ما اشتركتوش في القناة ياريت تشتركوا دلوقتي عشان عيلتنا تكبر. أنا اسمي أحلام، عندي 30 سنة بالتمام والكمال، وساكنة في حي شعبي زخنة في قلب القاهرة الكبيرة. من ساعة ما بابا سابنا ومشي، وأنا شلت المسؤولية أنا وماما وأخويا الصغير اللي لسه في ثانوي عام. ست مكافحة بتشتغل طول اليوم في تنظيف البيوت، وأنا لازم أكون سندها. كنت بدور على شغل يخليني أقدر أساعد في مصاريف البيت اللي كل يوم بتزيد. الحياة في القاهرة مش سهلة، والمصاريف والضغط العصبي كان طول الوقت فوق دماغي. بعد تعب ولف كتير، ربنا كرمني ولقيت فرصة اشتغل في شركة دعاية وإعلانات في منطقة بعيدة شوية، يمكن بعيدة ساعة ونص عن بيتنا. الشغل ده مش أحلامي، أنا كنت عايزة حاجة أحسن، بس بصراحة مد إيد من عند ربنا عشان حياتي تتحرك. روتين يومي لا ينتهي، بصحى كل يوم الصبح بدري، يمكن الساعة 5 بالظبط، وده وقت صعب جدا. بجهز البيت وبسخن المية عشان ماما، وبجهز فطار بسيط لأخويا قبل ما يروح مدرسته، وبعدين أبدأ أجهز نفسي شغلي بيتطلب مني أكون في أحسن شكل، عشان كده لازم ألبس وأكون منظمة جدا رغم إني ما بحبش المبالغة. بخرج من البيت على الساعة 6:30 والجو بيبقى لسه يدوب بيفتح. بروح محطة الأتوبيس اللي بقت جزء من روتيني، أتوبيس خط 65، وده دايما زحمه جدا جدا. بفضل أدور على أي مكان أقف فيه وسط وشوش قديمة أنا عارفها بس ما بتكلمش معاهم، وشوش جديدة كل يوم. وسط الزحام ده والروتين المتكرر، كنت بحس إن أنا آلة بتعمل نفس الحركة كل يوم، رايحة جاية من غير أي تغيير. ورغم التعب كنت دايما بقول الحمد لله على أي حال، أحسن من القعدة في البيت. كان يوم جمعة في عز الشتاء، والجو كان ساقع موت. صحيت عن منبه اللي بقى عدوي الودود، الساعة 5 بالظبط. قمت غسلت وشي بسرعة وخلصت اللي ورايا، لبست الجاكيت البني التقيل اللي بعتبره درعي ضد برد الصبح، وخدت شنطتي اللي فيها كل حياتي. خرجت من البيت والضلمة لسه ما حرحتش. مشيت لحد محطة الأتوبيس جنب السور الكبير، وصلت بدري وكنت أول واحدة. فضلت مستناه واقفة لوحدي لحد ما الناس بدأت تتجمع. وسط الوشوش اللي كانت بتيجي، لفت نظري وش جديد ما شفتهوش قبل كده. شاب باين عليه في أواخر العشرينات، واقف بعيد شوية، لابس كاب أسود وعينيه بتلف المكان بهدوء وباحترام. ما كانش بيبص بطريقة واضحة، كان شكله راجل محترم وكأنه بيدور على حاجة في المكان. الأتوبيس وصل والزحمة كالعادة، ركبنا ولقينا نفسنا بالصدفة واقفين قريبين جدا من بعض بسبب الزحمة. ما تكلمناش ولا كلمة، أنا كنت مشغولة في أفكاري وهو كمان كان باصص في موبايله. الغريب إن من اليوم ده بقيت أشوفه كل صباح، كان بيركب في نفس التوقيت بالظبط وبينزل في محطة مش بعيدة عن شغلي. كنت بستغرب، هل هو كمان شغال في المنطقة دي؟ ما كنتش بجيب سيرة له في أي كلام، بس يوم ورا يوم وجوده بقى زي نقطة ضوء صغير وسط روتين الأتوبيس الممل. كنت بحاول ما بصش عليه، بس كنت دايما بحس بوجوده جنبي. بعد حوالي أسبوعين من مجرد وجوده الصامت، حصل الموقف اللي كسر حاجز الصمت بينا. في يوم كنت بحاول أطلع تذكرة الأتوبيس من شنطتي اللي كانت مليانة ورق وأدوات شغل، وفجاه وقعت مني محفظة صغيرة فيها مناديل، وقعت على أرض الأتوبيس والزحمة. أنا لسه هنزل أجيبها، لقيته هو بسرعة انحنى وجداها لي قبل ما حد يدوس عليها. مد إيده بيها وضحك بهدوء وقال شكله منديلك خاف من الزحمة وحاول يهرب. ابتسمت ليه لأول مرة بصدق وقلت له شكرا جدا، أنا دايما كده حاجاتي بتقع مني في الأتوبيس. حاجز الصمت انكسر، ضحكنا احنا الاتنين، ومن هنا بدأنا نتبادل الصباح الخير كل يوم. ومن اليوم ده بقيت كل يوم الصبح أول ما أدخل الأتوبيس عيني بتدور عليه وسط الزحمة، وبسرح جدا أول ما بلاقيه كأني بلقط نفس بعد يوم طويل. وهو كمان كنت بحس إنه بيدور عليا، حتى لو ما تكلمناش كانت في نظرات بتتكلم لوحدها. الأتوبيس بقى ليه طعم تاني خالص، وقفته جنبي حتى لو في زحمة كانت بتديني إحساس غريب بالأمان. كنت بحس إن يومي بيبدأ بدسمته اللي بتطمني وبتخليني أنسى التعب والطريق الطويل.
في يوم من الأيام كان أسبوع شغل صعب جدا. نمت متأخر وصحيت وأنا مرهقة جدا. يا دوب لحقت أجهز نفسي بسرعة وخرجت، وقلت في نفسي يلا يعدي اليوم على خير. ركبت الأتوبيس وكان زحمة فوق العادة. الناس كانت بتتزاحم بطريقة تخنق. فضلت أحاول ألاقي مكان أوقف فيه من غير ما أتسحق، لحد ما لقيت نفسي واقفة جنب العمود الحديدي اللي في نص الأتوبيس، ومسكت فيه بقوة. فجأة لقيته هو وقف ورايا بالظبط، قرب غير متوقع. ما اتكلمناش، الزحمة ما سمحتش حتى بسلام بسيط، كل واحد ماسك في حاجة تثبته. بس وأنا واقفة حسيت بوجوده قريب جدا مني، لدرجة إني كنت سامعة أنفاسه على رقبتي. حسيت بارتباك غريب، وضربات قلبي بدأت تزيد. قلت لنفسي دي الزحمة، عادي، لازم نكون قريبين كده. بس كان في توتر داخلي مش قادرة أسيطر عليه. ما قدرتش أبصله ولا أتحرك، جسمي كان متشنج من القرب ده اللي ما كنتش متعودة عليه. فضلت مركزة في أي حاجة بعيدة عشان ألهي نفسي، بس كل حاجة فيا كانت حاسة بيه. وفي لحظة هدوء بسيطة وسط دوشة الأتوبيس قرب مني وهمس بصوت خفيف جدا، بالكاد سمعته: أنا آسف على الزحمة دي، لو متضايقاكي ممكن أرجع ورا. الكلمة دي رغم بساطتها عملت جوايا دوشة كبيرة. رديت عليه بسرعة وأنا بحاول أبان طبيعية جدا: لا خالص، كلنا مضطرين. بس الحقيقة جوايا حصل زلزال صغير. من اليوم ده النظرة اللي كنت ببص بيها ليه اتغيرت تماما. ما بقيتش بشوفه مجرد راكب بيشاركني الطريق، بقيت بشوفه كراجل، وبدأت أحس بنفسي كأنثى قدامه لأول مرة. ومن بعدها بقينا بنشوف بعض كل يوم تقريبا في نفس الميعاد ونفس الأتوبيس. بقى بينا سلام صغير، ابتسامة بسيطة، وكلمة صباح الخير اللي بقت أحلى حاجة في بداية يومي. كان دايما واقف في نفس المكان، ومع الوقت بقيت بحس إن الأتوبيس فاضي من غيره. يوم ما يكونش موجود، اليوم كله يبقى ناقص حاجة. ما كنتش عارفة اسمه ولا هو منين، بس وجوده كان عامل زي نسمة الصبح اللي بتطمن القلب. وفي يوم بعد ما نزلنا من الأتوبيس سوا، لقيته ماشي جنبي وقال بابتسامة خجولة: أنا اسمي كريم، باخد الأتوبيس ده كل يوم عشان شغلي قريب من محطتك. ضحكت وقلت له: تشرفنا يا كريم، أنا سلمى. من اليوم ده بقينا بنتكلم أكتر، شوية في الأتوبيس وشوية على المحطة، لحد ما بقينا نحكي لبعض عن كل حاجة صغيرة بتحصل في يومنا. هو كان بيحب يسمعني، وأنا كنت بحس بالأمان وأنا بكلمه. بعد شهور من الكلام والضحك والمواقف الصغيرة، في يوم كان الجو ممطر والأتوبيس متأخر. كريم قال لي: تعالي نتمشى بدل ما نستنى، المطر حلو لما يبقى مع حد نحبه. بصيت له باستغراب وسكت. قالها بكل صدق وهو بيبص في عينيا: أنا بحبك يا سلمى. قلبي وقتها دق بسرعة. ما كنتش متخيلة إن الكلمة دي هتتقال كده في وسط الشارع وتحت المطر، بس حسيت إن اللحظة دي كانت مستنياني من زمان. ابتسمت وقلت له بهدوء: وأنا كمان. من بعدها الأتوبيس ما بقاش وسيلة مواصلات عادية، بقى الشاهد على بداية قصة حب حقيقية اتولدت من منديل صغير وقع في الزحمة، ومن نظرة بسيطة كانت البداية لحياة جديدة مليانة دفء واهتمام.